مكرونة بجد روعة جدا جدا جدا، وطريقة تحضير أكثر من رائعة بجد. أتمنى تجربوها بالطريقة اللي هعملها معاكم في الفيديو دوت. في البداية أنا جهاد شوقي الحديدي، ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة ياريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد على القناة يوصلك إشعار. وكمان لو الفيديو ده عجبكم أو استفدتم منه اضغطوا على زر أعجبني لكي يصل لأكبر عدد من المتابعين ويستفيدوا منه. ويلا بينا على طريقة تحضير المكرونة بالصوص الأحمر الخطيرة دي، وهقول لكم السر في الصوص بتاعها ازاي طلع لونه جميل كده. اولا المقادير اللي معايا: بصلة مقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده، معايا معلقة من الثوم المهروس، ومعايا عصير من الطماطم. هتقولوا لي ايه لون الطماطم الأحمر ده، ايه السر ان هو لونه أحمر كده؟ تابعوا الفيديو للآخر وهقول لكم على الطريقة. في البداية معايا حلة على النار فيها قليل من الزيت بالشكل ده. أول ما الزيت يسخن هنزل بيه مكعبات البصل. هشوح البصل مع الزيت بحيث ان لونه ما يتغيرش، يعني البصل يدبل كده لكن لونه ما يتغيرش، يفضل محتفظ بلونه بالشكل ده. بعد كده هضيف الثوم المهروس، وتقدروا تضيفوا فلفل اخضر او فلفل الوان او فلفل حار على حسب رغبتكم. الفلفل كمان بيدي نكهة حلوة للمكرونة والشكل كمان حلو. اضافة الفلفل ده على حسب رغبتكم. بعد كده ضيفي ملعقة الثوم المفروم بالشكل ده، وقلبيهم كويس مع بعض لحد ما المكونات دي تبتدي تدبل ولون وريحتهم تظهر معاكي. هنبتدي بعدها نضيف عصير الطماطم. في المرحلة دي هبتدي اضيف عصير الطماطم، وزي ما قلت لكم خلي بالك ان البصل والثوم لازم يكون لونهم فاتح بالشكل ده. اول ما الريحة بتاعتهم تبتدي تظهر ضفت عصير الطماطم، والطماطم انا فرمها في الخلاط. وسر اللون الاحمر ده ان انا فرمت مع الطماطم قطعة من البنجر بدون سلق، انا قشرتها عادي وفرمتها مع الطماطم بالشكل ده. عطاني نتيجتين: اولا اللون بقى جميل جدا بتاع الطماطم وعزز لون الطماطم الاحمر. تاني حاجة هي القيمة الغذائية العالية الموجودة في البنجر. كمان ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لأطفالنا، يعني لو هتعملي المكرونة ليهم وحابة كمان ان هم ياخدوا قيمة غذائية عالية ومش بيحبوا البنجر او مش بياكلوه في السلطة، ممكن تضيفي قطعة صغيرة منه على صلصة الطماطم، سواء صلصة الطماطم للمكرونة او للخضار او اي شيء بتعمليه ممكن تخفيها فيه كده، يبقى هم حصلوا على القيمة الغذائية الموجودة في البنجر، وكمان ما اخدوش بالهم من طعم البنجر. هو طعمه مش بيكون ظاهر قوي، لو مش حابة طعم يكون ظاهر قوي يعني قللي الكمية، يعني حط قطعة صغيرة. وكمان مع التوابل وبقية طعم باقي الاكل ده بيختفي فيه، فبيحصلوا على القيمة الغذائية المطلوبة. وتضيفي عليها الملح والبهارات: الفلفل الأسود، الكمون، قليل من البابريكا، الكزبرة الناشفة، وقلبيها كده وسبيها على نار متوسطة. الصلصة تبتدي القوام بتاعها يتقل شوية بالشكل ده. في الوقت ده هكون أنا بسلق المكرونة في مية مغلية بالشكل ده. هنزل بيه المكرونة، هضيف على المية المغلية ملعقة صغيرة من الملح بالشكل ده. بعد كده هضيف المكرونة، تقدري تستخدمي اي نوع من المكرونة مع الصلصة دي مفيش اي مشكلة. انا استخدمت هنا المكرونة الاقلام، وهقلب المكرونة بتاعتي كل شوية علشان ما تلزقش في الحلة بالشكل ده. ومش هضيف زيت، انا ضفت ملح فقط لا غير، مش هضيف زيت للمكرونة وهي بتتسلق، لان اضافة الزيت بتخلي الصوص بتاع المكرونة مش بيتماسك مع مش بيتماسك مع المكرونة في مية مغلية بنجر او مش بياكلوه في السلطة. ممكن تضيفي قطعة صغيرة منه على صلصة الطماطم، سواء صلصة الطماطم للمكرونة او للخضار او اي شيء بتعمليه ممكن تخفيها فيه كده، يبقى هم حصلوا على القيمة الغذائية الموجودة في البنجر، وكمان ما اخدوش بالهم من طعم البنجر. هو طعمه مش بيكون ظاهر قوي، لو مش حابة طعم يكون ظاهر قوي يعني قللي الكمية، يعني حط قطعة صغيرة. وكمان مع التوابل وبقية
بقية طعم باقي الأكل ده بيختفي فيه، فبيحصلوا على القيمة الغذائية المطلوبة. وتضيفي عليها الملح والبهارات، الفلفل الأسود، الكمون، قليل من البابريكا، الكزبرة الناشفة، وقلبيها كده واسبيها على نار متوسطة. الصلصة تبتدي القوام بتاعها يتقل شوية بالشكل ده. في الوقت ده هكون أنا بسلق المكرونة في مية مغلية بالشكل ده. هنزل بيه المكرونة، هضيف على المية المغلية ملعقة صغيرة من الملح بالشكل ده. بعد كده هضيف المكرونة، تقدري تستخدمي اي نوع من المكرونة مع الصلصة دي، مفيش اي مشكلة. انا استخدمت هنا المكرونة الاقلام، وهقلب المكرونه بتاعتي كل شويه علشان ما تلزقش في الحله بالشكل ده. ومش هضيف زيت، انا ضفت ملح فقط لا غير، مش هضيف زيت للمكرونه وهي بتتسلق، لان اضافه الزيت بتخلي الصوص بتاع المكرونه مش بيتماسك مع المكرونه. فانا مش هضيف زيت، هضيف بس الملح واقلبها بالشكل ده باستمرار عشان المكرونه بتاعتي ما تلزقش في بعضها، وكمان ما تلزقش في الحله من تحت بالشكل ده. سلق المكرونة هسلقها بنسبة 80% أو 85%، مش هكمل تسويتها للآخر. تمام، يعني هخلي في جزء من التسوية علشان هنزل بيها على الصلصة اللي أنا حضرتها بالشكل ده. وهسيبها في الصلصة دي من حوالي 5 دقايق ل7 دقايق، مش هطول أكتر من كده بالشكل ده. ده شكل المكرونه. وكمان هقول لكم على حاجه مهمه جدا، ما تصفيش يعني انا صفيت المكرونه من ميه السلق، وبحتفظ بحوالي كوبايه من ميه السلق. تمام، ومش بغسل المكرونه تحت الميه ولا بشطفها باي ميه. انا احتفظت بكوبايه من ميه السلق، ضفتها مع الصلصه بالشكل ده. وده السر في انه يخلي قوام الصلصه وقوام المكرونه في النهايه بالشكل اللي انتم شفتوه في الاخر ده. يبقى احنا لا هنشطف المكرونه ولا هنتخلص من كل كميه ميه السلق، هنحتفظ بكوب من ميه السلق بتاع المكرونه. وفي الاخر ضفت قليل من الكزبره والشبت الاخضر بالشكل ده، وقلبتهم مع بعض. يعني بدي نكهه وريحه حلوه للمكرونه بالشكل ده، وكمان شكل حلو. طبعا ظبطي الملح بتاعك وهنسيبها على نار متوسطة من 5 دقايق ل7 دقايق بالشكل ده، لحد ما الصوص يبتدي يتقل مع المكرونة ويتشربوا من بعض بالشكل ده. وده الشكل النهائي للمكرونة بعد ما عملناها مع بعض بالطريقة دي. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. محتفظة باللون بتاعها والقوام بتاعها، ده شكلها بدون اي اضافات. مكرونة بالصوص الاحمر لذيذة جدا جدا. ممكن تاكلوها مع اي وجبة، او تاكلوها مع اي شيء تاني، او تاكلوها كده من غير اي حاجة، لان هي طعمها فعلا لذيذ، وكمان فيها قيمة غذائية زي ما قلت لكم، عشان احنا ضايفين فيها البنجر بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بتتغرف معانا بكل سهولة جدا. ممكن تضيفوا على وش المكرونة في الصينية دي لحمة مفرومة متعصجة، وكمان تضيفوا مثلا مبشور جبن موتزاريلا او جبن مشكل، وتدخلوها الفرن وتاكلوها بألف هنا. هتكون جميلة جدا. انصحكم تجربوها وتعملوا الطريقة دي. ولو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات رأيكم. لازم تكتبوا لي في التعليقات رأيكم. ولو الفيديو ده عجبكم اضغطوا على زر اعجبني، ضروري جدا جدا علشان الفيديو يترفع على اليوتيوب، وبالتالي ينتشر ويصل لأكبر عدد من المتابعين ويستفيدوا منه. ولو عندكم اي سؤال ليا اسألوه في التعليقات، انا بشوف كل التعليقات وبرد عليها. ويشرفني جدا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.